لو قاعدين في البرد ده عايزين تعملوا حاجة حلوة وتكون سريعة وما ننزلش نشتري اي حاجة من بره، تعالوا اوريكم في الفيديو ده ازاي نعمل حاجة حلوة بمكونات كلها من البيت وما بتاخدش وقت خالص. اول حاجة جبت بولة حطيت فيها كوباية سكر وعليها بيضتين بدرجة حرارة الجو، وعندي هنا 2 باكت من الفانيليا ضربتهم مع بعض كويس بالمضرب الكهرباء. لو ما عندكيش ممكن بالمضرب اليدوي عادي لحد ما لونهم بقى فاتح قوي كده وقوامهم بقى عامل زي قوام الكيك. وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الزبدة مسيحاها وباردة، وكوباية من اللبن، وكملت ضرب فيهم لحد ما بقاش عندي سكر خالص. في بولة تانية جبت 3 كوبايات من الدقيق عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو وباكو من البيكنج باودر وقلبتهم مع بعض كويس. بدأت انزل المكونات الجافة على المكونات السائلة اللي انا عملتها في الاول وقلبتهم كويس لحد ما اداني قوام كيك زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده جبت قالب الخبز ويا دوب حطيت فيه بس معلقتين كده كبار من الزيت ودهنت بيه القالب كويس. وبعدين حطيت فيه خليط الكيكه اللي انا عملته. في الوقت ده طبعا انا كنت مشغله الفرن من قبل ما ابتدي شغل خالص على درجه حراره 180 ودخلتها على الشبكه لمده نص ساعه. في الوقت ده بقى جبت عندي هنا حله على النار حطيت فيها 3 معالق كبار من الدقيق وزيهم من الكاكاو وكوبايه من السكر. ممكن لو مش عايزه سكر كتير تخليها كوبايه الا ربع. قلبتهم مع بعض وحطيت مكعب كده من الزبدة وفضلت اقلب فيهم على النار لحد ما اداني قوام زي قوام البشاميل بالظبط، بس بشاميل تقيل. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده كان قوام تقيل اقرب لقوام المهلبية شوية وكمان التقيلة مش الخفيفة. طلعت الكيك من الفرن وسبتها لحد ما بقت دافية، كان فيها حتة زايدة كده من فوق فشلتها علشان اسوي الوش، وبدأت ان انا احط الكريمة بعد ما سبتها تبرد، بس برضو ما كانتش باردة قوي لان احنا كنا عايزين ناكل حاجة سخنة. وفردت الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى في المرحلة اللي جاية دي اي حاجة عندك عايزة تزيني بيها الوش. انا حطيت بس يا دوب شوية كاكاو وما كانش كاكاو خام، لا كان كاكاو من اللي احنا بنعمل بيه المشروبات وبس، وكان طعمها حلو قوي. يا رب تجربوها وتعجبكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.